السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما تنساش تعطر فمك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتنورنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما جديد منا. وفي هذا الفيديو نتعرف على فوائد بذور الخردل. وتحتوي بذور الخردل التي عادة يستخرج منها زيت بذور الخردل العديد من العناصر الغذائية، ونتعرف على بعضها وعلى أهمها في هذا الفيديو. فهي تخفف من مضاعفات نزلات البرد، وتخفف أيضا من آلام المفاصل، وتمنع احتباس السوائل بالجسم حيث أنها مضر جدا للبول، وتقلل أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري، وتساعد أيضا في فقدان الشهية مما يزيد من أمراض إنقاص الوزن، وتساعد أيضا في التخفيف من آلام أسفل الظهر، وتساهم أيضا في تقليل مرض الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون، وتساعد أيضا في الحد من الصداع النصفي، وتقلل احتمالية والتعرض للنوبات القلبية، وتعالج أيضا الشعر التالف، وتنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحسن نكهات الطعام، وغالبا تستخدم بذور الخردل المطحونة لهذا الغرض، وتستعمل أيضا في علاج بعض أنواع الالتهابات، وخاصة أنواع الالتهابات الرئوية الحادة والربو، أيضا بفضل احتواها على السيلينيوم والمغنيسيوم. وتحتوي أيضا بذور الخردل على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات وألياف وكالسيوم وحديد وزنك وبوتاسيوم، كما أنها مصدرا ممتازا لمجموعة فيتامينات ب المركبة. وتعد بذور الخردل مصدرا جيدا للألياف الغذائية التي تعمل على تحسين عملية الهضم في الجسم، حيث تساعد الألياف الغذائية في تسهيل عملية الهضم في الجسم، حيث تساعد الألياف الغذائية في تسهيل حركة الأمعاء. ويمكن استخدام بذور الخردل أيضا أو مزجها مع جل الصبار من أجل الحصول على مزيج رائع لترطيب البشرة، ويساعد هذا المزيج على إزالة الشوائب من الوجه، ويغذي البشرة ويرطبها من الداخل. ولها فوائد أخرى أيضا تقلل من مشكلات الاحتقان، والتقليل من الأعراض المرافقة لسن اليأس، والحماية أيضا من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، والمساعدة في تقوية الشعر وعلاج السطفية، والحد برضو أيضا من علاج اضطرابات الجهاز التنفسي، والوقاية من سرطان الأمعاء، وعلاج آلام الظهر. فإن بذور الخردل منخفضة السعرات الحرارية، فهي مليئة بمضادات الأكسدة، وهي عامل قوي لمكافحة السرطان ومقاومة الزهايمر. وبذور الخردل أيضا ممتازة جدا للجهاز الهضمي، فإن كنت تعاني من مشكلة عسر الهضم فإن بذور الخردل يمكن أن تساعد أيضا في التخلص منه. وتمتلئ البذور بالألياف مما تساعد على حركة الأمعاء وتعزيز القوة الهضمية. وأيضا تخفف من آلام المفاصل والركب، وتمنع أيضا احتباس السوائل بالجسم حيث أنها مدر جيد للبول، وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وتساعد أيضا على فقدان الشهية مما يزيد من مرض إنقاص الوزن، وتساعد أيضا في التخفيف من آلام أسفل الظهر، وتساهم أيضا في تقليل من مرض الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون، وتساعد في الحد من الصداع النصفي، وتقلل احتماليته والتعرض لنوبات القلبية، وتساعد أيضا في علاج الشعر التالف، وهو منشط للدورة الدموية في فروة الرأس، وتحسن أيضا نكهات الطعام، وغالبا تستخدم بذور الخردل المطحون لهذه الفائدة. وتستعمل أيضا في علاج أنواع الالتهابات وخاصة الالتهابات الرئوية الحادة والربو.
عزيزي المشاهد، في هذا الفيديو ذكرنا أهم فوائد بذور الخردل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.